في وثيقه نشرت قريب، يعني ما كانتش مشهوره قبل كده، يعني اتلقت بالصدفه، وثيقه بعتها الشيخ محمد عبده من منفاه بعد الثوره العربيه، كانها كانت محاوله تفاوض مع الانجليز بشكل ما، وكان فيها عرض، وهو كتب في مقدمتها، هي طبعا اتهربت لمصر سرا وقتها وفقدت ولم تنشر، ويمكن تكون ما وصلتش هي كانت مبعوثه رساله لبعض رجال الحزب الوطني في مصر، وغالبا هي ما وصلت لهمش، لكنها اتلقت في وسط مقتنيات للشيخ محمد عبده واتنشرت مؤخرا، واتحققت واتنشرت. مهمه جدا الوثيقه دي، انها بتقول لك النخبه الوطنيه، بين قوسين النخبه الوطنيه او الانتليجنسيا اللي كانت بتقود الحراك وقتها، كانت بتفكر في ايه؟ طبعا دي كانت انتليجنسيا مهزومه، الثوره العربيه انهزمت والنخبه العربيه كلها اتنفت، ومعاهم كان الشيخ محمد عبده اتنفى. فالوثيقه بتعرض، والوثيقه بتقول في مقدمتها ان والله دي وثيقه احنا كاتبينها فيها مقترح لحكومه اهليه، لسه مصطلحات برضو ايه الاستقلال الوطني وكده لسه مش موجوده، لحكومه اهليه المصريين بيحكموا فيها، لكن علاقتها بالدوله العثمانيه لا تمس، موجوده برضو، فهي ما زالت ولايه من ولايات الدوله العثمانيه، مش دوله مستقله بالكامل، لكن حكومه اهليه ليها سياده من ابناء البلد هم اللي بيحكموا.